السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض بقى أكلة مناسبة لآخر الشهر، تعتبر من الأكلات الاقتصادية وفي نفس الوقت أكلة مفيدة ومغذية جدا لأولادنا. ولو عندك بقى أولادك زي ولادي مش بيحبوا الكوسة بالطريقة العادية، يبقى وصفة النهاردة دي ليكي، لأنهم بإذن الله هيحبوا الكوسة جدا بالطريقة دي وهيعشقوها. هنعمل النهاردة الكوسة بالبشاميل بطريقة حلوة وسهلة. ولو عجبتك بقى وصفة النهاردة، يا ريت ما تنسيش اللايك والشير وشيريها على صفحتك وصفحة اصحابك، لانك اكيد هتحتاجيها. وبما اني هعمل عصاج وهعمل بشاميل فهضاعف الكمية، لاني هستخدمها في صينية مكرونة تاني يوم، وهبقى وفرت في الوقت والمجهود. بس انا هقولك على مقدار النص كيلو بس. تقدري كمان تعمليها بربع كيلو بس من اللحمة المفرومة. حطيت حلة على النار فيها معلقة كبيرة كده من اللي المفرومة. سبت اللحمة لحد ما تاخد اللون الحلو للنص كيلو. هستخدم بصلتين وسط حطيتهم في طاسة تانية بمعلقة سمنة لحد ما اخدوا اللون دوت، واللحمة كمان غيرت. ضفتهم على بعض وعليهم معلقة كده من الثوم المفروم ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة. قلبت كله مع بعض كويس جدا. بعد كده ضفت لهم قرن فلفل اخضر حامي بارد براحتك. لو عندك بقى جزرية مبشورة كمان ضيفيها بتدي طعم حلو قوي. ضفت ورق لوري وحبهان، حتة كده من القرفة، او لو مش عندك حطي نص معلقة من القرفة البودر. حطيت نص معلقة من الفلفل الاسود ورشة من جوز الطيب والحبهان المطحون. حطيت معلقة صغيرة كده من البابريكا والسبع بهارات ومكعب مرقة. ضفت بقى معلقتين كبار من الصلصة وهقلب الصلصة كويس جدا. كنت ضاربة بقى في الكبة الطماطم، هضيفها عليها وهقلبها اديها تقليبة حلوة مع بعض كده، وههدي عليها النار واغطي واسيب العصاج بتاعي لحد ما يستوي. جبت بقى صينية تانية على النار، هحط فيها معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي، حبة من الزيت، معايا كيلو ونص من الكوسة. كمية الخضار زي ما انت عايزة. حطيت بقى معايا نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والبابريكا والملح والسبع بهارات. هقلب بقى الكوسة دي كويس جدا لحد ما تاخد لون حلو كده من الجنبين. وفي خلال تشويحها دوت هتكون استوت معاكي تقريبا نص سوا كده. اهم حاجه تقلبيها وتشوحيها حلوه قوي في البهارات اللي عملناها او اللي حطيناها لحد ما تاخد اللون الحلو دوت. هرجع للعصاج بتاعي هدوقه كده واظبط بقى الملح بتاعه. خلاص هنا كان استوى. هضيف العصاج للكوسة. وهنا دي طريقة تانية للكوسة انك ممكن تكتفي وما تعمليش بشاميل، بتبقى بعملها بتبقى خفيفة وتحفة جدا برضو. بزود للعصاج دوت نص كوباية كده من الشوربة ونص كوباية من عصير الطماطم، وبغطيها ادخلها الفرن على كده بتبقى حلوة قوي. هنا تعالي نعمل بقى البشاميل. معايا حلة على النار، 5 معالق كبار